تلك البشائر في مدى الأكوان جاءت لنا بالصدق والبرهان، وعلى طريق خير يجمعنا نور الهدى برسائل القرآن. فيها الخيال يسامر التفكير، وجمالها يزدان في التصوير. فيض المعاني ساقها التفسير، قد أشرقت بالنور للإنسان. برسائل القرآن للموعود أسمى الأماني غاية المقصود، وعليه من تبيانها المعهود ضيف السعادة في مدى الأزمان. ضيف السعادة في مدى الأزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتنا، هذا برنامج رسائل قرآنية، رسائل من القرآن مباشرة. والقرآن هو كتاب الوحي والحكمة، وكتاب العقيدة والأخلاق والآداب والسلوك، وهو منهج الحياة لهذه الأمة المباركة. يقول سبحانه وتعالى عن لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه، يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ابتدأ لقمان عليه السلام رضي الله عنه هذه الوصية الكثيرة بهذه الكلمة: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم وصية في العالم، أعظم رسالة: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما هو ماذا يقابل ذلك وماذا يضاد؟ التوحيد. أعلن التوحيد لله، أخلص التوحيد. أول ما يربى عليه الجيل هو التوحيد والنهي عن الشرك. توصي ابنك ابنتك، توصي طلابك عليك أن توصيهم بالتوحيد. انظر إليه عليه السلام يقول: أتى بالحكمة، يقول: وإذا آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فمن الحكمة العظيمة أنه دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أخطر ما يقابل الإنسان في الحياة. من الخطأ التربوي أنك تبدأ تعالج مشاكل الناس الأخلاقية والسلوكية والآداب في النفس وفي المجتمع، وتترك الأصل الأصيل وهو التوحيد. يقول بعض العلماء: الذي يبني على غير التوحيد كالذي يبني على غير أساس، يبني على ماء، يبني على جرف هار ينهار بناء، لأنه ما أسس شجرة التوحيد في القلب. ابنك، ابنتك، طالبك، صاحبك، مرافقك، صديقه، لابد أن تبني وإياه أساس التوحيد، لا الشرك بالله. ثم انظر هذه العبارة: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ذنب عصي الله به الشرك. ما هدد في القرآن على شيء مثل ما هدد على الشرك، نسأل الله العافية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ويقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واسمع: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا الشرك بالله. طبعا أنك تفسر أنت لأهلك وأبنائك ما معنى التوحيد وما هو الشرك، أن تجعل لله ندا وخلقك، أو تجعل هناك وليا بينك وبين الله، بحيث أنه تقول يرفع الحوائج لله عز وجل، أو تذهب إلى مقبور، أو تتوسل بنجم أو كوكب، أو تذهب إلى ضريح وتتبرك به، أو تعبد مع الله إلها غيره سبحانه وتعالى، أو تشرك به في الألفاظ وفي الاعتقاد. لا إله إلا الله، إله معبود حق إلا الله، فهذا تحققه. ولذلك انظر هذا الكلمة: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم للنفس، أعظم ظلم تظلم نفسك أنك تشرك بالله. ولذلك لا يغفر الله للمشرك ولا يرحمه ولا يتقبل منه، وأعماله محبطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يرد الله عليه عمله وسعيه، لا يقبل منه شيء، حتى لو تصدق بملء الأرض صدقة بذهب وفضة وهو مشرك لا يقبل الله، وحتى لو أحسن للناس، وحتى لو حسن خلقه. ولذلك حرم الله الجنة على المشرك. فحقق هذا الأصل. ولذلك انظر إلى هذه الحكمة التي ساق الله في سورة لقمان، كيف بدأ بهذا الأصل تعميقا. ولذلك ينبغي أن نغرس في الجيل وفي قلوب الناس، ونبدأ بأصل التوحيد ونشرحه دائما، ونحذر الجيل من الشرك بالله عز وجل. عسى الله يعصمنا من الشرك، لأن حتى على الإنسان يكرم ما هو الشرك، حتى لا يكون إسلامه مجملا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يكون مفصلا. لأن بعض الناس يسمع الشرك لكن ما يدري ما هو الشرك، ما معناه. في هناك شرك بالله عز وجل، جعله أندادا وأضدادا له سبحانه وتعالى، شركاء، تعالى الله عن ذلك.
مثل ينسب لله شيء ما لا يجوز له كالصاحبة تعالى الله، أو الولد تعالى الله وتقدس، أو يعبد كما يعبد بعض الأشياء يقول تقربنا إلى الله زلفى، كما كان كفار قريش يعبدون الأصنام كانوا يقربون إلى الله زلفى. يذهب إلى قبور بعض الأولياء في زعمه يقول هذا يرفعون الدعاء ويرفعون الحاجات، هذا هو الشرك. والشرك أبواب، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي يكره الإنسان يطالعه، لكن عليه السلام ما أجمل هذه الابنية يا بني، وشوف بالتحبب والتقرب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثبت الله وإياكم على التوحيد، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلك البشائر في مدى الأكوان جاءت لنا بالصدق والبرهان، وعلى طريق خير يجمعنا نور الهدى برسائل القرآن. فيها الخيال يسامر التفكير وجمالها يزدان في التصوير، فيض المعاني ساقها التفسير قد أشرقت بالنور للإنسان. برسائل القرآن للموعود أسمى الأماني غاية المقصود، وعليه من تبيانها المعهود ضيف السعادة في مدى الأزمان. ضيف السعادة في مدى الأزمان.